صباح الخير على الاحلى اخوات في الدنيا. فيديو جديد يا رب يعجبكم. في حاجه كده في او مثل او معرفش مقوله بتقول ايه: ما لم تدركه كله فلا تتركه كله. يعني بما اني ما اناش قادره ان انا اصور كل اللطم الفلات دي او ان انا اصورها لكم على السرير فتشوفوها، فكل اللي اقدر اعمله ان انا ما اسيبش الموضوع ده خالص، على الاقل خالص افرجكم الاشكال اللي احنا الاوردرات اللي احنا بنسلمها. طبعا الاوردرين الاتنين دول حبيت ان انا اجمعهم الاتنين في فيديو واحد، لان مش اختيار القماش ده اختيار العميل، يعني العميل اللي جايب القماش وانا نفذته. وحاولت على قد ما اقدر برضو وانا بصور الفيديو ده ان انا اطلع لكم كام خدادية كده تشوفوا يعني فكرة الخدادية بتاع المثلث دي متطبقة ازاي. برضو كل خدادية كده مفرودة خالص بتطبق على اتنين وعلى اتنين تاني. هنشوف حاجات كتير لسه دلوقتي في التطبيق. طبعا التغليف زي ما انتم شايفين، سواء اكياس بسوست سواء اكياس عادية، ده بناء على اختيار العميل للتغليف في ايه. لان طبعا الشنط اللي بسوست اغلى من يعني الشنط العادية دي طبعا مصنعية عادي، لكن الشنط اللي بسوست العميل بيتحاسب عليها. فعشان كده بحب ان انا اخيره براحة. الطقم ده جميل قوي والوانه يعني هادية كده على الطبيعة، كان من الحاجات اللي هي تبقى عارفين هادية ومريحة للأعصاب كده. زي ما قلت لكم الطقم كل اللطقم دي كلها منقوشه، مفيش الوان ساده معاها، فما عرفتش ان انا في التطبيقه من بره اعمل فكره او كده، لكن هنشوف بعدين في التطبيقه ازاي مثلا لو فيها ماتشنجات في الالوان او كده نطبقها ازاي. حبيت بس ان انا اوريكم التشكيل. طبعا الخامه اللي انتوا بتتفرجوا عليها دي كلها عمريه. لما نيجي عند الخامة التانية هقول يعني ايا كان الخامة نوعها ايه هقول، بس من الاول خالص لحد ما احنا ماشيين كده الخامات دي عمرية. وعمرية من في عمرية ب43 وفي عمرية ب48. دي طبعا بعد ارتفاع الاسعار. الناس اللي سمعت الفيديو الاخير ليا اتكلمنا عن الاسعار الجديدة. مش ما تعرفيش يعني ايه فكرة ان الطقم كله لون واحد، ما بتعرفيش في التطبيق تغيري شوية. هوريكم طبعا اخر طقم في الاوردر ده، اوريكم الالوان لما تبقى داخلة مع بعض ممكن نعمل بيها ايه. طبعا الاوردرات دي كلها بتروح مكوى بخار زي ما انتوا شايفين، باين جدا على اللطقم ان هي مكويه، يعني مش اي كلام. الطقم ده حلو قوي قوي برضو، وزي ما قلت لكم الاختيارات كلها اختيارات العميل. بس حبيت قلت اهو فيديو ما يبقاش طويل قوي عليكم، وبرضو تشوفوا الالوان والاشكال وتعرفوا اسماء الخامات والقصه دي، للناس طبعا اللي ملهاش في اسماء القماش وما تعرفش اي حاجه عن القماش باسماء. بصوا ده اللون العسلي مع اللون الابيض كده قصر شوية في التطبيق. تعالوا بقى نشوف الاوردر اللي بعد كده. نشوف الاوردر اللي بعد كده متطبق ازاي. دي بقى كل الخامات اللي هنفتحها مع بعض دلوقتي ميكرو فايبر، وطبعا مش اختياري برضو لا الالوان ولا الخامة، اختيار العميل. انا ما عليا غير ان انا نفذت خيطت الشغل ده. وطبعا اختيارهم برضو ان هو يبقى فيه افكار او مش افكار، ده برضو الرأي الاول والاخير ليهم. المهم ان احنا ده كده كانت ماتشنجات كان مدخل مع الورد كده كارو. حبيت ان انا اشيل لكم كام حاجه كده عشان تشوفوا الرسمه من تحت. انا بطبق عادي الخداديه زي ما انا فردتها وطبقتها كده، وبرصهم بالشكل ده فوق بعض كده على وش الملايه. طبعا الملايه بتطبق على مقاس حجم الشنطه. هنشوف بقى الطقم اللي بعده. بصوا بقى القطعتين اللي فوق دول اصلا كانت ماتشنج في اخر طقم هتشوفوه معايا في الميكرو فايبر. الميكرو فايبر بكام يا مؤمن؟ الميكرو فايبر ب40. في ميكرو فايبر ب45 بس اللي هو تحس ان هو عامل زي الستان، قطن على ستان شويه كده، تحس ان هو عامل زي الحرير. وده زي ما قلت لكم انا مش بفضله خالص لانه بيزحلق مش عملي مع يعني مع برضو حطوا في الاعتبار ان الاشكال بتاعته رهيبه رهيبه بمعنى كلمه رهيبه. بس هي الفكره كلها ان هو بيزحلق من على السرير. بصوا الخداديات الصغيره دي كانت بواقي قماش من طقم تاني في الاوردر ده، وانا عملت خداديتين صغيرين كده استغلال لبواقي القماش يعني. المهم احنا كنا بنقول ايه؟ الميكرو فايبر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللي هو فيه على ستان شويه ده بيتزحلق. بس لو انتوا حابينه او حابين اشكاله ممكن تستخدموه في ملايات باستك، ملايات بديل الكوفرت اللي هو تبقى عامله ملايه باستك تحت، والقماش اللي هو الميكرو فايبر اللي هو على ستان شويه ده ممكن تستخدميه بديل الكوفرت اللي هي الطبقه اللي بتبقى فوق مع الملايه الاستك. طبعا زي ما قلت لكم اختيار الماتشنجات واختيار القماش كان اختياره. في حاجات كتير عجبتني في الاوردر ده. الالوان انك تكسري بالالوان. طبعا الاوردر اصلا عبارة عن ملاية
واربع خداديات، او ملايتين اطفال واربع خداديات برضو. فاهمين وجهة نظري؟ يعني الاوردرات دي الاوردر ده ما فيهوش اكياس مخدات، لكن الاوردر التاني كان كيسين مخدة، خداديتين، ملاية، وده طبعا اصلا اختيار العميل برضو. يعني ايا كان انت مقاساتك ايه او احتياجاتك ايه، احنا ما علينا غير ان احنا بننفذ الموديل والمقاسات اللي حضرتك ايه محتاجاه. طيب بص، ده الماتشنج. انا حبيت ان انا افرد الملاية بس عشان اوريكم التطبيقة من جوه، واوريكم شكل كمان الملاية مع الماتشنج بتاعها شكلها عامل ازاي. طبعا الماتشنج ده اختيارك انتي، سواء عجبك الماتشنج ده مع بعضه تمام، ما عجبكيش ففي حاجات تانية بتدخل مع بعضها. ممكن على الاقل خالص تلغي مثلا منقوش وتدخلي سادة، زي كده مثلا ممكن تدخلي سادة في منقوش. ده اطفال، ده خدادية سادة خالص، هتبقى مثلا خدادية اللي ورا سادة وقدامها مثلا الخدادية المنقوشة، او الخدادية المنقوشة ورا وقدامها الخدادية السادة، على حسب ما انت حابة تحط الطقم ازاي على السرير. والله كان بجد نفسي ان انا اصور لكم اللطقم دي كلها على السرير، بس للاسف هي كلها فلات وما فيهاش افكار زي ما انتم شايفين، غير افكار بسيطه قوي. رسوماتها كلها ميه واحده، ما فيهاش مثلا كنارات، فهتبقوا محتاجين ان انتوا تشوفوا الموديل على السرير. وزي ما قلت لكم بقى، يعني ما لم تدركه كله فلا تتركه كله. فاللي احنا يعني والله على قد ما اقدر كده بحاول ان انا اوريكم الاوردرات. فقولوا لي كده الفكره عجبتكم ان انا افرجكم كده على الاوردرات بالشكل ده، بدل ما اسلم الاوردرات دي من غير ما تتفرجوا عليها، ولا لازم ان انا افرج كله على السرير؟ لان ده بيخليني ساعات ان انا اسلم الاوردرات من غير ما اصورها، وفي حاجات فعلا حرفيا بيبقى فيها رسومات واشكال حلوه. انتظروا مني اوردر جديد باشكال جديده خالص. يعني لو حبيتوا الموضوع ده وحسيتوا ان انتم مستفادين منه، كتبتولي تحت ده في التعليقات، هصورلكم كل الاوردرات اللي بسلمها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اكتبوا لي تحت بقى في التعليقات الموضوع ده كده مناسب بالنسبه لكم ولا لا، ان انا افرجكم كده على الاشكال بالماتشنجات مع بعضها ولا ايه. في حاجات تانية هفرجكم عليها في الفيديو اللي جاي. وطبعا هفرجكم كمان على الكرانيش، بس الكرانيش اللي انا ما صورتهاش قبل كده اكيد ان شاء الله هصورها وانزلها لكم في الفيديو وهي مفرودة على السرير. طبعا في حاجات كتير كمان بتبقى ملايات باستك، بيبقى مقاسات مثلا 180 170 160، وانا السرير اللي بصور عليه 140، فما بقدرش ان انا اصور لكم الملايات الاستك، مع ان بيبقى فيها حاجات جميلة جدا وبيبقى فيها افكار حلوة. بس هحاول على قد ما اقدر برضو ان انا لو طقم اللي هو بديل الكوفرت اللي هو 2 في 1 ده ممكن اصوره برضو، بحيث ان الملاية برضو تبقى الشكل بس العام باين كده، بالملاية اللي فوقها بالخداديات بتاعتها، الخداديات الفلونكة والحاجات الجميلة اللي انتم متعودين عليها. زي ما قلت لكم انا بحاول ان انا بس افرجكم على الاوردرات عشان اعرفكم الحاجات اللي هي بتدخل ماتشنجات. ده بصوا المية اللي هي على روز ده واخدين الماتشنج معاها التاني ده. خلوا بالكم بقى في الماتشنج بتاع الخدادية ده لو ملاية برضك لوحده يا بنات، وتدخلوا اللون السادة خالص، اللي هو ظاهر شوية، تحس ان هو بطيخي او كشمير او كده. لو دخلتوه برضو كاكياس مخدات وكأفكار معاها، خدادية سادة وخدادية منقوشة، يبقى برضو جميل جدا. وممكن كمان في حاجات بتبقى في الميكرو فايبر تحسوها مقلمة مثلا، يعني تحسوها سادة قوي بس فيها خط صغير رفيع كده، بتحسوا ان الشكل العام يعني مد على ايه، مد على سادة. دي مع الحاجات اللي زي دي برضو بتبقى حلوة جدا. زي هوريكم زي الطقم اللي هوريهولكم بعد ده اخر حاجة. المهم لو عجبك الفيديو ما تنسنيش في لايك وشير سبسكرايب وعلى الجرس عشان يوصلك مني اشعار بكل الفيديوهات اللي هنزلها الفتره اللي جايه. واكتبوا لي تحت في التعليقات الموضوع ده مفيد بالنسبه لكم ولا ايه، انزل لكم فيديوهات تاني بالشكل ده بدل ما اسلم الاوردرات كلها من غير ما تتفرجوا عليها. وطبعا زي ما انتم شايفين في حاجات كتير جدا بنشتغلها فلات، فان شاء الله انزل لكم كده الفتره اللي جايه. بصوا فكره القطن دي حلوه جدا وعلى الطبيعه بتخلي الطقم شكله قيمه جدا. ويا رب يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.